الاهلي هيقابل برشلونه في اغسطس القادم. اقول لكم ازاي وفين وفي بطوله ايه. الاهلي هيقابل برشلونه، وكمان بنتكلم عن مستوى المنتخبات الافريقيه والعربيه في كاس العالم 2026. يا اخوكم هيثم كرو السينمائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عجبك الفيديو دوس لايك واشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. طبعا يا جماعه النادي الاهلي ان شاء الله هيقابل البارسا برشلونه في اغسطس القادم قبل التحضير للموسم الجديد في كأس اسمه خوان جامبر. خوان جامبر ده يا جماعة الكاس ده بتلعبه برشلونة كل أول موسم قبل بداية الموسم. كأس خوان جامبر ده هو هذا الرجل يا جماعة مؤسس نادي برشلونة. الراجل ده سويسري، أسس نادي برشلونة سنة 1899. والنادي الأهلي إن شاء الله هيقابل برشلونة هناك في أسبانيا، لأن متعارف إن النادي الأهلي احتمال كبير يعمل المعسكر بتاعه هناك في أسبانيا. هيبقى هناك جنبهم في إقليم كاتالونيا. طبعا هيقابل بقى إيه النادي الأهلي وضد حمزة عبد الكريم ولامين جمال. واوعى يا معلم، يعني حاجة حصرية حبيت أقول لكم عليها. وكمان بنتكلم عن مستوى الفرق العربيه والافريقيه في اول مباراه كاس العالم في الجوله الاولى يا جماعه. طبعا يعني كلنا زعلانين ان الجزائر، انا زعلان قوي، ده غلبت 3-0 من ليون ميسي. ليون ميسي ابن الذين بيجيب هاتريك في اول مباراه امام منتخب الجزائر، وجايب 16 هدف في كاس العالم، بيعادل ويساوي هداف كاس العالم ميروسولوف كلوزا الالماني، جاب 16 هدف. وطبعا يعني شيء يفرح قوي ان الفرقه بتاعت كامب فيردي او الراس الاخضر اتعادلت مع اسبانيا. يعني حاجه جامده قوي، تعادلوا واحد واحد، ولا عفوا اتعادلوا 0-0. وده طبعا شيء يبسط الكره الافريقيه. وطبعا برضو الحاجه الجامده قوي برضو الكونغو الديمقراطيه يا شباب، بجد شيء يشرف. لعبت قصاد البرتغال وتعادلت 1-1. وكريستيانو رونالدو ما كانش موجود تماما، ما كانش له وجود طبعا، عشان يعني الراجل خلاص يعني داخل 41 سنة تقريبا. ويعني قبل بلاء مش حسن صراحة. ويعني تحس ان المدرب ملاعبه كانه يعني حمل عليه ولا ايه. ولكن الكونغو الديمقراطيه بتتعادل، بيردوا بالجون 1-1. بيعمل اللاعب بتاعهم بيعمل جامب ارتقاء عالي قوي، بيلعب الكره بدماغه. حتى الهدفين دخلوا بالدماغ 1-1. وكمان اللي شيء يزعل طبعا جنوب افريقيا طبعا يعني متبهدله، واحتمال تقريبا تبقى حصلت المجموعه لما اتغلبت من المكسيك والتشيك كمان. فطبعا واضح ان جنوب افريقيا في الكنافه خالص. وكمان بنتكلم عن منتخب تونس، زعلان قوي عن منتخب تونس، يعني اتبهدل اول ماتش ليه، يعني اتغلب يعني 5 من السويد. يعني واضح ان تونس ده هيبقى حصلت المجموعه ولا